ازيكم عاملين ايه؟ لو اول مرة تشوفوني انا اسمي سعيد. ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش لايك وشير في الفيديو لو عجبكم. النهاردة نعمل مع بعض صينية السمك بالبطاطس والزيت والليمون. يلا بينا. اول حاجة دي الحاجات اللي احنا هنحتاجها كلها مع بعض. انا جبت سمك بلطي، عايزين نختار الحجم بتاعه يكون بالشكل ده، يكون سمك بلطي كبير علشان خاطر يبقى حلو معانا في السوا ونعرف نحشيه كويس بالشكل اللي احنا هنشوفه. وبعدين قطعت الفلفل، بصراحة مش انا اللي قطعت، فاطمة هي اللي قطعت. وعملنا شرايح الليمون عشان يبقى بالشكل ده. برضو هنا عملنا حلقات من البصل، وهنا البقدونس والكرفس مهمين جدا. البقدونس في الكرفس بيدوا تيست جميل قوي قوي قوي. ومعايا هنا شرايح الطماطم، برضو فاطمة هي اللي قطعت كل الحاجات دي، بجد ساعدتني كتير قوي. وهنا بقى شرايح البطاطس، ونصيحة نصيحة قطعوها رفيعة جدا علشان خاطر تستوي زي ما احنا عملنا. وهنا عندي شوية بهارات ومعلقتين توم كده في النص اهم. عندي فلفل اسمر وملح وبابريكا وبصل باودر وتوم باودر وكمون. هكتب لكم كده كده كل التوابل في الديسكريبشن تحت. جبت بقى الكبة الصغيرة، هقول لكم اللي حصل معايا دلوقتي. فاطمة ما كانتش عايزاكم تعرفوا بس انا هقول. حطيت هنا البصل، هاخد جزء صغير من كل حاجة. يعني لو ركزتوا معايا هتلاقوني خدت كام قطعة بصل كده، وبعد كده كام قطعة طماطم. هنا بقى نعمل التحبيشة بقى، التحبيشة بتاعت السمك. كل حاجة كانت موجودة دلوقتي معانا هناخد منها جزء صغير. ايه بقى اللي انا ما كنتش عايزة اقول لكم عليه، او فاطمة مش عايزة تقول لكم عليه، ان انا نسيت احط السكينة. هنا انا نسيت احط السكينة في الكبة. و... وبعد ما عملنا كل حاجة وحطينا كل حاجة ورصيناهم، شلناهم تاني وعدناهم تاني من الأول. بس طبعا يعني مش هنطول عليكم الفيديو. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت شوية فلفل، شوية طماطم، شوية بصل. هحط برضو التوابل اللي انا كنت مجهزها، الملح والفلفل الاسمر والبابريكا. بس هنا هحطهم كلهم لان الكمية دي انا كنت مجهزها علشان التحبيشة دي. لو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس وقولوا لكل أصحابكم. الأكلة دي هيلثي جدا. أنا نسيت أقول لكم برضو إن أنا بدأت دايت، وعلشان كده قررت إن أنا أعمل السمك ده علشان تبقى أول حاجة في الوصفات الهيلثي اللي احنا هنشتغل عليها الفترة الجاية. عصرت نص عصرة ليمون كده. الليمون مع السمك، السمك بيحب الليمون بشكل عام. أكيد كلنا عندنا المعلومة دي وعارفينها كويس. نحط بقى شوية بقدونس والكزبرة بتوعنا. بس كده خلاص. طبعا انا عدت بقى كل ده تاني من الاول. هنا بقى حطيتهم في الكبة وهديهم ضربة لغاية لما يتفرموا ويكونوا ناعمين خالص. هجيب بولة واحط فيها السمك بتاعي، بس بولة تكون اكبر شوية من اللي انا كنت حاطط فيها السمك، علشان بقى نقدر نبتدي ان احنا نحبشه بالتحبيشة اللي احنا ظبطناها في الكبة. بصوا شكلها بقت ناعمة ازاي. هنبتدي ناخد منها كده واحدة واحدة، ونبتدي نعمل مساج كده للسمك بتاعنا من كل الاتجاهات. نمسك سمكية سمكية كده، تمام، ونبتدي نعمل لها مساج كده. طبعا انا فاتح السمك ومنضفه، بس اكيد كل ده عند الراجل يعني. وابتدي احشيها من جوه. هنا بقى خلي بالكوا السر، الحشو اللي من جوه ده بيدي السمكة طعم يجنن. وابتدي كده زي ما انتم شايفين كده، ابتدي اعمل لها مساج خفيف كده، تمام، بحيث ان كل حتة في السمكة يكون فيها التحبيشة اللي احنا عاملينها دي. الخلطة دي خلطة سحرية بجد، يعني بتخلي الموضوع فظيع، وبتخليه طعم السمك حلو اوي. زي ما انتم شايفين لازم احط جوه شوية كده، وابتدي اعمل لها كده مساج من بره خفيف. ما تنسوش تشتركوا في كل البلاتفورمز بتاعتنا، التيك توك والانستجرام. هنعمل عليهم فلوجز كتير جدا جدا جدا، وهنجرب اماكن كتير قوي. وكمان هنجرب كل الاكل اللي احنا بنعمله. انا وفاطمة هنعمل فيه تحديات مع بعض كده، استنوها على الانستجرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك كمان.
هتلاقوا كل اللينكات تحت لو حابين ان انتوا تشتركوا في القناة بتاعة الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، وقولوا لكل اصحابكم على اليوتيوب بتاعنا الشانل. بعد بقى ما هنخلص كده هنبتدي بقى من دلوقتي، او يعني قبل ما تسووا الحاجة او قبل ما تسووا السمك بتاعكم بشوية، ممكن بقى ايه تشغلوا الفرن كده على اعلى درجة حرارة عشان الفرن بتاعنا يسخن. بس انا مش هعمل كده دلوقتي، هقول لكم ليه. انا جبت صينية كويسة جدا، حجمها يعني كويس، ونزلت فيها السمك، ونزلت بصوا يعني لغاية اخر قطرة في التحبيشة او في الخلطة السحرية دي، لازم انزله كده وابتدي ارصه. وبعدين بقى هجيب الخضرة بتاعتنا دي وابتدي احطها كده فوق السمك، احطها زي ما تيجي كده في اي حتة مش مشكلة. كل ده هيتقلب دلوقتي في بعضه، هيتقلب تقليبة جامدة يعني. وانزل كده بالطماطم اوزعها كده حوالين السمك. هتاكلوا حاجة وهم، هتدعولي بجد، هتعجبكوا قوي. يلا البصل بقى بتاعنا، بتطلع صوص يا جماعة، بتطلع صوص مش طبيعي، تحفة بجد يعني. مش عايز اقول لكم قد ايه جميلة. هنا بقى انزل بالفلفل، انا كنت عامل فلفل اخضر وفلفل حامي. الناس اللي بتحب الحامي حطوا فلفل حامي، حطوا فلفل بارد، حطوا فلفل كوبي. وهنا بقى معلقة الصلصة الجميلة دي بتفرق والله يعني، هي معلقة صلصة واحدة بس. والتوابل وتوم بقى، متنسوش التوم مع السمك عشان السمك بيحب الليمون وبيحب التوم كمان. الخلطة اللي قدامنا دي كده بقى نحط فوقها البطاطس. لو ركزتوا مع شرايح البطاطس هتلاقوها رفيعة قوي. في الحقيقة دي فاطمة اللي مقطعاها مش انا خالص. لازم اكون صريح معاكم في الحاجات دي. بعد كده هنعصر بقى عصرتين ليمون كده، انا عصرت ليمونة ونص تقريبا. هيفرقوا طبعا وهيدوا فليفر حلو قوي وبيدوا مزازة كده للسمك تخليه جميل جدا. لو اول مرة تشوفوني انا سعيد، متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واللي مهتم بالاكل الهيلسي، الفترة الجاية هنعمل اكل هيلسي كتير جدا 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 جدا، عشان انا عامل دايت وبتمرن. التحبيشة بقى اللي انتوا شايفينها قدامكم دي بقى، الالوان الكتير الحلوة دي المبهجة اللي بجد طعمها في الاخر طلع وهمي وطلع حلو جدا 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 جدا. لازم دلوقتي نبتدي ان احنا نقلبها كلها مع بعض بشكل حلو قوي. بس قبل ما نقلبها لازم نحط عليها كده رشة من الزيت. هو اصلا يعتبر اسمه سمك زيت وليمون، وطبعا في ناس بتقول عليه صينية بطاطس بالسمك او صينية سمك بالبطاطس. بس هو في الاصل هو زيت وليمون، يعني سمك بالزيت وبالليمون. نقلب بقى كله مع بعضه. انا عايز كل حاجة موجودة في الصينية دي تاخد فليفر من اللي جنبها، يعني الطماطم تاخد من البصل والبصل ياخد من السمك. هقولكوا على تركاية جميلة دلوقتي، بصوا حالا حالا هعملها. هاخد كده حتة طماطم وحتة بصل وفص ليمون. بص انا بطلع دلوقتي حتة البصل اهي، وهاخد حتة طماطم واعمل بيهم ايه، احطهم جوه السمكة. تركاية بصوا، وفص الليمون كده، وبدور على بصلاية. ياه، ياه على الجمال، وياه على حتة الفلفل اللي اتحط جوه. بص السمكية التانية، ياه على الطعم بقى لما تفتح من جوه كده وتبقى هي شربت كده من الطماطم. بجد موضوع جميل جدا 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 جدا. هتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة فظيعة ونضيفة قوي، والحاجة مغسولة حلوة. تعملوها في البيت تبقى يعني فوق مستوى الرائع. هتتبسطوا قوي، وهتحسوا ان انتوا بتاكلوا حاجة نضيفة جدا ومبسوطين من الاكل، وحاجة متحبشة تحبيشة حلوة قوي. وزي ما انتوا شايفين الموضوع ما بياخدش وقت، اللي اخد وقت شوية تقطيع، وده فاطمة اللي عملته مش انا برضه. انا بدأت ارص، شلت السمك كده لوحده شوية، بدأت بقى ارص الصينية بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه، بحيث ان السمك يبقى على الوش.
أنا سِبتهم زي ما هُم كده حوالي نُص ساعة أو ساعة إلا ربع يتّبلوا كده وكل حاجة تبقى جميلة، وبعد كده بقى أخدت الصينية بتاعتي دي ورُحت على الفرن اللي أنا كنت مسخّنه على أعلى درجة حرارة، وحطيت في الرف اللي تحت خالص وقفلت عليهم، والموضوع ده ما أخدش في إيدي من 20 دقيقة ل25 دقيقة، وبعد كده طلع بالمنظر اللي يجنن ده. بصوا السمك مستوي، البطاطس مستوية وجميلة جدا جدا جدا، وكل حاجة حلوة. مستني تعليقاتكم، ولو حد جربها يحطلي الصور بتاعتها. بالهنا والشفا. باي باي.